السلام عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفه كفته مشويه في الفرن بطريقه الحاتي. طعم تحفه وريحه ولون، وزي ما احنا ما شايفين جوسي كده معانا، والكفته مطلعه معانا العصاره طريه جدا، والطعم تحفه. وهقول لكم على مكونين بحطهم بضيفهم عليهم، بخليها زي ما احنا ما شايفينها كده متماسكه، مش بتفرول معانا ولا اي حاجه، وما بتنزلش من على السيخ لو انت هتعملها في اسياخ، لو هتشويها على الفحم كمان. انما احنا هنعملها في قلب الفرن وبطريقه سهله خالص. يلا بينا ندخل على الوصفه. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، هتتفرم مرتين. وممكن تحطها بالدهن معاها 50 جرام. عندي بقى كميه، عندي معلقتين 3 من اللي بشرهم، معلقه كبيره من بهارات الكفته، معلقه صغيره من الملح، ومعلقه فلفل صغيره برضه، وبصلايه وسط، وقرن فلفل، وثلاث فصوص من الثوم بيدي ريحه حلوه للكفته. وعندي مسكت الفلفل والبصل والثوم، وممكن معاهم بقدونس. انا بفرمهم من غير ما بصفي الميه بتاعه البصل، بروح جايه مصفياها، وبحط اللحمه عليها عشان اضربهم. اهم حاجه نضربها، ولو مفيش كبه بروح جايين ضاربينهم بايدينا، عاجنينهم كويس بايدينا. اهم حاجه المرحله بتاعه العجن ده عشان تاخد معانا الكفته متماسكه. وبحط بقى البهارات بتاعتنا والليه. انت بتحطي حوالي 50 جرام على نص كيلو. انا فرمتها كويس اهو، لحد ما بنلاقي فيها خيوط بيضه كده، تحس ان هي فيها خيوط وناعمه معانا. ديت اهم حاجه بقى في مرحله الكفته دي عشان ما تفكش معانا. مرحله الفرم دي لو ما فيش كبه بتعملها بايديكي جامد. عندي بقى المكونات اللي هي بتخليها مكونين ما بيخليهاش تفك ابدا معانا. لو حتى تعملها برضو في فسيخ بتبقى الكفته الصبع ماسك نفسه. معلقتين من البقسماط الناعم، ومعلقه نشا، ومعلقه مليانه من البابريكا بتديها لون احمر حلو وتخلي لونها حلو. عندي كده قعدتها في التلاجة نص ساعة عشان تتماسك كده مع بعضها، والكفتة تمسك معانا، والتوابل وكده، وتاخد من طعم بعض. هجيب بقى عصيان الشيش طاووق او معلقه او كده. عندي هنا ديت طماطمايه مبشوره، وعندي اللهم صل على النبي، شويه زيت وشويه بهارات صغيرين وشويه فلفل وشويه ملح صغننين، وبنقلبهم. ممكن لو عندك بصلايه مبشوره كمان، انما ديت طماطمايه بس، وهصبها بيها. هبل ايدي كده بالماده ديت، بالطماطم والزيت. واجيب سيخ، انا جبت سيخ من بتاع الشوي وعملت بيها. ممكن بقى معلقه عندك عصيان الشيش طاووق، 3 عصيان مثلا كده، وهتحطهم مع بعض وتروحوا جاي عاملاهم. هتاخدي بقى، شفت الكفته ناعمه في ايديا ازاي، عامله ازاي عشان فرمها كويس. جبت قطعه كده وبحطها على السيخ، وابل ايدي من العصير الطماطم والزيت ده والتوابل، وبصبحها واسمخها كويس كده على السيخ. ونعمل الشكل بقى بايدينا كده بصوابعنا، الشكل المعتاد زي ما احنا شايفينها كده. وطبعا هي نص كيلو ما شاء الله رمى معايا كميه حلوه. لو ممكن تعملي كيلو برضك وتعمل معاكي حلوه كمان كميه حلوه. وده انا كمان مكبره الصبع بتاع الكفته. اهم حاجه بقى تصبعها برضو كويس على السيخ كده عشان ما تسيبش برضك بالشكل ده كده. وبسحبها كويس كده بالراحه. السيخ حلو، بيدينا فراغات حلوه كده من جوه. انا كان الصباع كان كبير. هوريكم كمان صبع برضك واحنا بنصبحها. انا دهنه بس الصينيه كده دهنه بسيطه من الزيت، ببل ايدي وبروح جايه واخده قطعه من اللحمه، بكورها كده في ايدي وبحطها على السيخ زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طريقتها سهله وبسيطه خالص، بس اوعدك هتاخدي طعم وتحفه جدا، وعمرها ما هتفك معاكي، وطريه جدا، ومحافظه على العصاره بتاعتها. تحس ان هي طريه وجوسي كده، والطعم كفايه الطعم بتاعتها والريحه بتاعتها. عملتها. وطبعا انت حابه بقى كبري الصابع تصغريه، ونص كيلو بيقضي كمان كميه وعيله كبيره. انا بوريكم كمان صبع اهوت. بالشكل ده. وبنعمل بصوابعنا كده الشكل بتاعها، التصبيعه بتاعت الكفته.
وممكن تعمليها من غير سيخ وكده، بس احنا عايزين التفريغه اللي من جوه. ممكن لو عندك بقى معلقتين من البقدونس كده، الورق بتاع البقدونس بس بتقطعيه قطع صغيره وبتحطي فيها، تدي ريحه برضك حلو. انا عملت معاكم كام واحد كده وهسيبها ونكمل احنا بقيه الصينيه. عملنا مع بعض برضك قبل كده كفته على عين البوتاجاز، كنا عاملينها على البوتاجاز من فوق من غير فرن ومن غير اي حاجه خالص، وكانت طالعه برضك تحفه والطعم بتاعها كان جميل جدا. هتلاقوا برضك الوصفه على القناه. ان شاء الله هنعمل برضك مع بعض كفتات برضك كتير برضك مع بعض. انا عملت كام صبعه اهو، انتوا بقى نكمل انا بقى الكميه عشان بس ما اطولش عليكم. طلعت معايا ما شاء الله عدد حلو، وده انا مكبره الصبع كمان، انت ممكن تصغري الصبع عن كده كمان ويطلع معاكي كميه اكبر. عند الفرن بقى سخن، بدخلها على فرن سخن علشان ما بلاش بارد، علشان ما تفكش معانا وتنزل عصاره معانا كتير. احنا ندخلها الفرن على طول عمرها اللي هي ما تفك معانا بالشكل ده. انا الميه ديت انت ممكن تحطيها كمان بتسقي بيها الكفته. انا عندي كنت عامله معاكم وصفه كفته قبل كده، ما برميش اللسان ده، بس ما بيكون فيها كمان بتاعه اللحمه بتاعه البصل، ميه البصل كمان بتديها طعم وريحه حلوه الكفته عشان تطلع طريه معاكم جوسي، ما بتقعدش اكتر من 10 دقايق في الفرن. ودي كانت الكفته معانا لونها تحفه وشكلها تحفه، وده كان غدانا، قلت سلطه ومكرونه وبطاطس، ودي كانت احلى غدا، وطبعا احلى واطعم كفته هتاكليها. ودي بابا غنوج بالطحينه كده عاملينها، طبعا مفيش احلى من كده كفته، اللون بتاعها والشكل، وكان كمان الطعم بتاعها. وعندي جبت فحماه ورحت جايه عاملاها مولعاها ومغطيها تاخد طعم الفحم برضه. طبعا الكفته جميله جدا وطريه وتحفه زي بتاعه الحاتي. شايفين العصاره بتاعتها طريه وجميله ازاي؟ العصاره بتاعتها جوسي خالص وطريه اهي، طريقتنا شايفين. جربوا الكفته دي على طريقتي وعلى ضمانتي كمان وهتعجبكم جدا. لو عجبتكم الوصفه ما تنسونوش في لايك واشتراك. السلام عليكم.